بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا الحضارات القديمة. عندنا الحضارة المصرية القديمة طبعا، الحضارة العراقية القديمة، الحضارة الصينية القديمة، الحضارة الإغريقية القديمة. دول الأربع حضارات القديمة. لو جينا تأملنا في التراث اللي سابته كل حضارة، ما احنا بنعرف الحضارة دي طبيعتها ايه من خلال التراث اللي سابته. هنكتشف حاجة غريبة، نكتشف ان الحضاره المصريه القديمه والحضاره العراقيه القديمه والحضاره الصينيه القديمه سابوا تراث مادي مكون من منشآت، سواء آثار سور الصين العظيم، حدائق بابل المعلقة. سابوا آثار يعني ممكن نسميها آثار مادية، أو ممكن نقول آثار حجرية. يعني مصر مثلا بنقول إيه التراث اللي سابوه لنا القدماء المصريين؟ هنلاقي الأهرام، الكرنك، معبد حتشبسوت، مقبرة توت عنخ آمون بمكوناتها. أشياء كلها مادية، لكن هل سابوا لنا كتب أو ملاحم أو فلسفات؟ كذلك الأمر بالنسبة للعراق. العراق عنده أربع حضارات: البابلية والسومرية والأشورية والأكادية، برضو تراث مادي. الصين نفس الكلام، سور الصين العظيم تراث مادي. انما الحضاره الاغريقيه ما سابتش تراث مادي تقريبا، شويه كلام فارغ كده، انما سابت حاجه اعظم من كل حاجه، سابت التراث الفكري. ودي حاجه مهمه جدا، لان في حاجه اسمها التراث الفكري والتراث الحجري. يعني الاغريق ما سابوش اهرام، وما سابوش سور الصين العظيم، وما سابوش حدائق بابل المعلقه، لكن سابوا تراث ادبي اللي هو الالياذه، ملحمه الالياذه، ملحمه الاوديسا، المسرحيات بقى بتاع سوفوكليس وارستوفان والكلام ده كله. وسابوا تراث فلسفي اللي هي محاورات افلاطون 28، وكتب ارسطو اللي قنن فيها العلوم كلها في عصره. سابوا تراث علمي عباره عن نظريات علميه، زي اللي سابها فيثاغورس، اقليدس، ارشميدس. طيب، حاجه غريبه، طب ليه الدول الثلاثه اللي هي مصر والعراق والصين ما سابتش حاجات زي اللي سابوها الاغريق دول؟ ما سابتش ملاحم. ويجب هنا ان نفرق بين الملاحم وبين الاساطير، لان الملاحم دي قصص بطولة البشر، انما الاساطير مصر عندها اساطير زي ايزيس واوزوريس، كله الالهه. برضو العراق عندها اساطير خاصه بالالهه. الصين نفس الكلام. انما الاغريق عندهم ملاحم. كلمه ملحمه دي معناها الانسان، البشر الابطال. زي نقول ايه، ملحمه ابو زيد الهلالي. ابو زيد الهلالي ده بشر، وزنات خالد دول بشر، فدي ملحمه. ملحمه عنتره بن شداد دي ملاحم. يعني بنتكلم عن بشر عملوا بطولات، وهي دي الملاحم. ايه السبب في ان الاغريق تحديدا هم اللي سابونا؟ انا طبعا بالنسبه لي التراث الفكري اهم. يعني تراث الاهرام اوكي، الاهرام بنعجب بيها كده، لكن ايه مدلولها؟ يعني بتعبر عن ايه؟ بتوحي بايه؟ يعني لكن محاورات افلاطون لا، محاورات افلاطون 28 محاوره، دول فيهم 28 فكره بيعرضها لنا من خلال حوار بين سقراط وتلاميذه. هي الافكار اللي هي مسيطره على عالم الفكر لحد النهارده. الدراما الاغريقيه والملاحم، الالياذه والاوديسا ومسرحيات بقى وديب وغيره، يعني ده هي دي اللي هي المرجع للادب العالمي كله. يعني انت لما تفتح اي كتاب في تاريخ اسمه كده، اكتب كده على جوجل تاريخ الادب العالمي، هتلاقي عشرات الكتب كلها كويسه جدا. ده في منهم كتاب عمله الدكتور زكي نجيب محمود مع احمد امين، اللي هو الدكتور احمد امين اللي هو ابو جلال امين وحسين امين.
افتح اول باب هتلاقي ملاحم الاغريق. اول باب مفيش حاجه. هو اذا كل اللي جه بعد كده واخد من هذه من الادب الاغريقي، واخد من الادب الاغريقي. طيب ليه الاغريق كان عندهم التراث الفلسفي والتراث الادبي والتراث العلمي الفكري، النظريات العلميه؟ ليه؟ وليه نعرف اشخاص كده كتير في عالم الاغريق؟ يعني بينما ما نعرفش اي حد في الحضاره الفرعونيه، يعني الا غير الملوك، ويمكن واحد امهاتهم مش عارف ايه، يعني الراجل بتاع الطب ده ولا اسمه ايه. لكن الاغريق لا، ده انت تعرف عشرات الشخصيات، شعراء وعلماء وفلاسفه ما تقرا تاريخ الفلسفه، تاريخ الفلسفه، هات اكتب كده تاريخ الفلسفه، اقرا كده الاول، هتلاقي اول فصل واثنين وثلاثه عن الفلاسفه الاغريق، من اول طاليس وانت السبعه الاولانيين دول اللي هم كانوا علماء فيزياء وفلاسفه في نفس الوقت. كان ساعتها الفلسفه والفيزياء حاجه واحده، سبعه، لحد ما جه سقراط اللي قال مالناش دعوه بالفيزياء دلوقتي، الفيزياء دي تخص العلماء، احنا نتكلم في القضايا الفلسفيه. القضايا الفلسفيه اللي هي بتتكلم عن القضايا اللي هي قضايا الفلسفه، اللي هي زي الميتافيزيقا، زي الجمال والفن وفلسفه العلم، زي فلسفه اللغه. دي كلها قضايا، نظريه المعرفه، المنطق، هي دي كلها قضايا الفلسفه. سقراط قال لهم الفيزياء دي والطبيعه دي حاجه، ده علم منفصل، سيبوه للفيزيائيين، احنا نتكلم في قضايا المعرفه الانسانيه، العقل الانساني. يعني تاريخ العلم هتلاقي برضو اول حاجه في تاريخ العلم هتلاقي ايه؟ علماء الاغريق، وفي الرياضيات فيثاغورس واقليدس وارشميدس ونخش. يعني تاريخ العلم، تاريخ الادب، تاريخ الفلسفه، هتلاقي القياده كلها في الاول في اي كتاب في العالم اللي في الثلاث فروع، في تاريخ الثلاث فروع دول هتلاقي الاغريق بيحتلوا المراكز الاولى. عمرك ما تلاقي حاجه مصريه، ولا تلاقي حاجه عراقيه، ولا تلاقي حاجه صينيه، ولا هنديه طبعا، لان الهند ما قدرش تنتج حضاره يعني بالمعنى المفهوم. طب ايه السبب؟ ليه الاغريق عندهم هذا الهوس بالفكر والابداع الفكري، بينما الشعوب التانية ما عندهاش هذا الهوس؟ هي عندها ممكن تبني اهرامات، تبني حاجات كده حجاره، لكن مش ممكن تبني فكر. والفكر اهم طبعا. الحجاره هتفيدني بايه؟ يعني الهرم ده لو قعدت قدامه كده 5 سنين هيفيدني بحاجه؟ هيديني فكره؟ هيوحي لي بفكره؟ في حد كتب روايه عن الاهرام؟ كتب شعر عن الاهرام؟ مفيش. انما انت لما تقعد تقرا في اي كتب بقى فلسفيه او ادبيه اغريقيه، ده انت هتروح في عالم تاني. طب ايه السبب؟ ليه الاغريق تميزوا بهذا الجانب الفكري؟ في اسباب. الاسباب دي ان الاغريق كان مجتمع تجاري، مجتمع تجاري مش مجتمع، بينما المجتمعات الاخرى دي اللي هي مصر والعراق والهند والصين دي مجتمعات زراعيه. دايما المزارع على طول عنده احتياج الى اليقين، يعني عايز حاجه، مش عايز وجع دماغ بقى طول النهار في الغيط، وعايز يوم الاجازه، يوم السبت، يوم الجمعه، يوم الاحد كده المعبد اهو، يروح ياخد شويه محاصيل من اللي طلعت عنده، او خروف او بتاع، ويديها للكاهن يقول له ادعي لي تزيد المحاصيل، اله الخصوبه يزود لي الانتاج، يزود لي حليب البقره، يزود لي مش عارف ايه. هو ادي كل الحكايه. هو مش عايز غير كده، هو مش عايز حد يعمل له عمل زي الشيخه المغربيه اللي بترد الحبيب وترد المطلقه، وهو عايز كده. الفلاح عايز كده عموما، انما التاجر لا، التاجر مختلف. هكمل في الفيديو الجاي.